السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة طيبة ومباركة عليكم بإذن الله تعالى. في البداية يا سادة لازم نقول ألف مبروك للنادي الأهلي، وألف ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وسلة النادي الأهلي. ولكن في البداية يا سادة يا ريت كل اللي بيشوفنا يدعمنا بلايك واشتراك في القناة فضلا وليس أمرا. لايك على الفيديو، ولو أول مرة تشوفنا تكرم علينا باشتراك في القناة ونشوف اللي جاي. جماهير النادي الأهلي بتدي اعظم امثله، بتضرب باعظم الامثله. امبارح كان النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي لكره السله بيلعب مباراته امام الاتحاد في نهائي دوري المرتبط لكره السله، ولكن جمهور النادي الاهلي ساب كره القدم وملوك كره القدم الا وهي البرازيل. مباراه البرازيل قد ايه جمهور النادي الاهلي ما بيدي تعظيم سلام للانتماء، انتماء بصراحة. يعني شوف ان انت تسيب ماتش البرازيل في كأس العالم وتقعد تتفرج على مباراة كرة سلة للنادي الاهلي. شكرا اوجستي، شكرا اوجستي، والف مبروك ليه والمدير والجهاز الفني معاه بالكامل. الف مبروك للكابتن محمود الخطيب، والله اكبر على فريق السلة لحصوله على البطولة الثالثة على التوالي لدور المرتبط. شكرا شباب النادي الاهلي لكرة السلة، شكرا جمهور النادي الاهلي على الملحمة اللي كانوا عاملينها امبارح، شكرا مجلس ادارة النادي الاهلي، شكرا اوجستي المدير الفني للنادي الاهلي. وفنجادة يا سادة بيحرج محمد عبد المنصف على الهواء مباشرة وامام الشاشات وامام الملايين. ولكن كان مهيب عبد الهادي امبارح بيسال فنجاده اللي هو كان المدير الفني لاتحاد الكره قبل ما يخلع، وكان المدير الفني لنادي الزمالك لما خد الدوري مع نادي الزمالك سنه 2003. بيساله بيقول له النادي الاهلي زي، قال له النادي الاهلي لما كنت مدير فني للكره شفت النادي الاهلي ازاي؟ فبيقول له بيرد عليه فنجاده ويقول له النادي الاهلي نادي كبير، نادي عظيم، مالك البطولات مثل نادي ريال مدريد. يروح قاطع الكلام عليه محمد عبد المنصف ويخش ويقول له لا بس نادي الزمالك ان كان الاهلي ريال مدريد فالزمالك برشلونه. قال له لا، الزمالك فريق محلي ولا يقارن باي نادي مثل النادي الاهلي ولا اي حد. ليه؟ وعلى طول احراج خلى محمد عبد المنصف ما عرفش يتكلم. ليه يا جماعه؟ علشان امبارح وهو بيتكلم بيقول له نادي محلي ليه؟ قال له علشان بقاله 20 سنه ما خدش حتى دوري ابطال افريقيا. يعني هيقول عليه نادي ازاي؟ بطولات. ولكن انتوا اتعودتوا على كده. لكن المشكله ان محمد عبد المنصف لازم يحشر نفسه في الكلام ويقطع ويقص الكلام على ان هو مالوش دور، جه لسه دوره ما جاش وبرضه يتكلم. وفي الختام يا ساده ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك على الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.